الشكل ده عندنا شكل خلينا نقول حر شويه، فحر ده هنستخدم له ايه؟ اكيد مش هيبقى اشكال هندسيه الا لو هو معمول بالنسبه الذهبيه او هنعمله احنا بالنسبه الذهبيه. تقدر تشوف الحلقه بتاعت النسبه الذهبيه فوق، هسيبها لك برضو. لكن في الحاله بتاعتنا دي احنا هنرسمه بشكل يدوي، فهنعمل ايه؟ هناخد الاداه دي بين تول وابدا احط نقط نقط كده. انا ليه برسم ده هنا؟ لان انا برسم، خلينا نقول ان انا برسم حاجه على سكتش. انا عشان اطلع شكل زي ده لازم اكون على الاقل عامله سكتش كده. هنا عند كل كيرف تقريبا كده هحط نقطه، تقريبا عند كل كيرف ابدا احط نقطه كده، ونقطه هنا وهنا، نقرب شويه، نقطه هنا كمان هنا، واقفل بقى ده عشان اقدر احدد الاشكال اللي انا رسمتها من الاشكال اللي كانت موجوده. ممكن اغير لون الستروك من هنا بالشكل ده. ابدا بقى اعمل ايه؟ هل هبدا احركهم بايدي بقى وكده؟ لا، في عندنا اداه جميله هنا تقدر تاخدها كده وتدوس الت وتدوس على النقطه او الانكر اللي عندك دي، فهيحصل الشكل كده. تمام كده، الت كده، بندوس الت وبتضغط على الشكل كده كده. تمام. حاول انك تفصل ما بين كل شكل وشكل، يعني كل شكل وشكل تروح دايس كنترول عشان تاخد بسرعه الشكل ده، دوس دوسه بره بس كده، وتبدا تاني ايه؟ ترجع للاداه بتاعتك الت وتعمل الشكل بتاعك. طيب انا محتاج احرك بقى، هبدا بالاداه دي زي ما انا فيها كده، اروح على النقطه، ابدا احرك براحتي كده، احرك زي ما انا عاوز لحد ما احس ان انا ماشي على السكتش بتاعي بشكل مظبوط كده. ودي اسحبها لتحت كده بالظبط. شايف الامور ايه؟ تبقى اسهل معايا بشكل كبير بدون تعب. انا محتاج احط نقطه هنا، باجي على الخط او على مكان ما فيهوش نقطه وادوس اكس بيبدا. انا محتاج اضيف نقطه هنا عشان الفه بالشكل ده، فباجي على اي نقطه كده بنفس الاداه دي تانية غير اللي احنا رسمنا بيها. تمام. وادوس على كليك، عملت انا نقطه، ابدا احركها بقى اعملها وكانها نقطه زي النقط اللي موجوده قبل كده بالشكل ده. ممكن انا كمان ازود نقطه هنا. الافضل دايما في الاشكال اللي زي دي انك تقلل نقط على قد ما تقدر. تمام. لكن هنا احنا ما بنعملش لوجو على قد ما انا ايه، بنوصل للفكره او للطريقه نفسها. كل ما تعمل الكيرف باقل عدد من النقط ده يكون افضل. بس انا كده راضي عن اللوجو بتاعي مع السكتش اللي انا كنت شغال عليه. ببدا احدده واحركه كده، خليها مثلا بدل كده، خليها اديها مثلا اي لون تاني وليكن اللون ده، واشيل الستروك بتاعي. ده الشكل بتاعي كده. ممكن اجي اروح هنا واعمل له يونت عشان يبقى شكل واحد، افضل احركه كله من اي مكان شكل واحد، ما كانش 3 اشكال زي ما كان موجود قبل كده. حلو قوي. الفكره اللي بعد كده هي الفكره دي، اقدر اعملها ازاي؟ طبعا بعد ما شفت انت الطريقه اللي فاتت ممكن تنفذها بنفس الطريقه، لكن تعالوا نشوف طريقه تانية. زي ان احنا ممكن ناخد البين تول وارسم فيه المنتصف كده، لكن خلونا ندي لون ستروك مختلف شويه. الستروك بتاعي من هنا بقدر اغير لونه من هنا براحتي. تمام. هحط نقطه هنا عند الكيرف ده ونقطه عند الكيرف ده، وانزل عند نهايه الكيرف. هعمل ايه بقى؟ اطلع من الاداه واجي بالاداه دي الت واضغط هنا والت واضغط هنا، بدا ياخد لي الكيرف بتاعي. هظبطه بس على الكيرف كده كده. زي ما قلنا عشان تقدر تشغل السنابنج عندك او السمارت جايد دي، تيجي هنا فيو
سمارت جايد شغلها، تأكد من تحت انك انت عامل ايه، سناب تو بوينت. سناب تو بوينت، اي حاجه تانية حاول تلغيها وتخليها سناب تو بوينت. كويس قوي. انا كده راضي عن الشكل بتاعي. محتاج اعمل ايه عشان اقدر اوصل للشكل ده؟ بزود له ستروك. طب تعالوا كده نزود ستروك. طب وبعدين الستروك زاد قوي لكن مش بالشكل اللي انا عايزه. يبقى انا محتاج اغير اليونيفورم بتاع الستروك. في عندي كذا يونيفورم لكن انا ممكن اجرب ده. بالظبط كده، انا تقريبا وصلت للشكل اللي انا محتاجه. اديله كده. بعدين هبدا اعمل ايه؟ امسك الشكل ده وادوس الت، يعني اسحبه كده وادوس الت عشان يبقى انا باخده كوبي. ابدا احركه لفوق كده. ابدا اخده كمان مره كده. بالظبط كده. يبقى انا كده وصلت تقريبا للشكل اللي انا عايزه، لكن دول يعتبروا لسه ستروك. طب انا محتاج احولهم لشيبس. يعني ايه ستروك؟ يعني هو الخط مرسوم في النص واخد سماكه، لكن انا عايز اخليهم شيبس كأن انا راسمهم بالاداه دي كده. فهو ده دلوقتي شيب. تمام. اعمل ده ازاي؟ بحددهم كده مع بعض. object expand appearance. واخد بالك؟ ما بقاش فيه ستروك في النص لكن بقى شيب. شايف لو جيت حركته من هنا كده ده بقى شيب. حلو قوي. محتاج بقى اعالج الجزء ده. باجي بالبين تول من هنا ده، وليكن هنا. احط النقطة وافضل اسحب بعد ما ضغطت. اسحب كده الهاندل بتاعي كده. انا حطيت نقطة وبسحب. ببدأ بقى اظبط الكيرف بتاعي زي ما انا عاوز، وليكن كده. واجي هنا نفس الشكل. تعالوا نقلبها كده عشان نقدر نشوف. بالظبط كده. حلو قوي. تعالوا نقفل بقى الشكل بتاعنا. نديله فيل بدل ستروك. انا وصلت تقريبا للشكل. بعمل ايه بقى؟ بخليه كشكل واحد، بحددهم كلهم واجي على يونايت اللي احنا عملناها قبل كده. بس ده الشكل بتاعي بقى بالشكل ده. حلو قوي. لطيف. اي كيرف مش عاجبك تقدر تيجي هنا بقى. اتعلمنا الادوات دي خلاص. تقدر تيجي تعدل الكيرف بتاعك زي ما انت عاوز. تمام. تقدر تيجي عند النقطة دي كده، تمسك النقطة دي وتبدأ تعمل كده فتخليها سموث اكتر، الطف اكتر. تمام. تقدر تزود نقطة هنا وتعملها نفس الكلام ده، لكن على الأقل وصلنا للشكل بأسهل طريقة. الشكل اللي بعد كده من الأشكال الجميلة جدا. خلينا نقول الطرق الجميلة جدا في إنك تعمل لوجوهات كتير. لوجوهات خلينا نقول المربعة أو الخط الكوفي بقى والكلام ده. أبدأ أرسم مربع. هو عبارة عن إيه الشكل اللي قدامي ده؟ عبارة عن مربعات كلها. خلينا نقدر نقول خط مربع أو مربعات جنب بعضها. ممكن أمسك ده كده بين تول بتاعي واديله ستروك وليكن 50. واجي هنا كده شيفت. واجي هنا كده واعمل كده وابدا وكأن انا برسم. خلوني بس اشيل فيل. وكأن انا برسم الايه، الخطوط اللي عندي دي او الاشكال اللي عندي دي بالشكل المربع ده. تمام. لكن الطريقه الصح بقى هي او الاسهل من وجهة نظري. بمسك الشكل ده كده من على اوبجكت باث سبليت انتو جريد. بعمل له سبليت او تقسيم بالجريدات. جريدات قد ايه بقى؟ الرقم ده بقى انت ممكن تبدا تجرب بيه، لكن عشان انا جربته قبل كده انا عارف ان هو تقريبا هيظبط معايا على 15. هيديني شكل المربع التقريبي اللي انا محتاجه. ولو انه كان لو اقل كمان كان ممكن يبقى احسن، يعني لو عملته 13 او 12 كان يبقى احسن. طيب خلونا نجربها تاني. اوبجكت بعدين باث سبليت انتو جريد 12. تقريبا حجم المربع هو. خلونا بقى نبدا ايه، ناخد نسب للشعار بتاعنا ده. بحدد انا بقى كل الاشكال دي وادوس على شيب بيلدر تول بتاعي. خلينا نقول ان ده عبارة عن مربع 2 3 4 5. تمام. يبقى ده 5 1 2 3 4
5 يبقى 5 في 5 خلاص. هبدأ أنا أجي هنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 وأنزل بقى بيه هنا كده، وبعدين هو ساب مربع ونزل لتحت. خلونا الشيب بيلدر تول نخليه لون تاني ولكن اللون ده، فأنا هنا هيبقى كده، سبت مربع في النص وابدأ أنزل كده، بعدين مسافة مربع ما بينهم حرف الواي. حرف الواي جاي قد إيه؟ 1 2 3 4 تقريبا 5 هو كمان، يبقى 1 2 3 4 5 وبعدين هبدأ أطلع 1 بعدين 2 3 4 5. حلو قوي. هاجي هنا بالشكل ده كده، في نقطة هنا هحطها، نزلت لتحت مسافة كده، حرف الإم 1 2 3 4 5 كمان 5 هنا وكمان 5 هنا. تمام. حرف الإي بالشكل ده، سيب 1. تمام. هعمل إيه بقى؟ هحدد الأشكال اللي بالأصفر عندي وأنا بدوس شيفت. أنا بدوس وأنا مستمر في ضغط شيفت، بعدين أعمل كنترول إكس عشان أعمل لهم كت، بعدين أحدد كل الأشكال اللي ما بقتش محتاجها ديليت، بعدين كنترول إف هنزلها في نفس المكان. ده اللوجو بتاعي نضيف بالشكل ده. أقدر بقى أعمل له يونيت، هيبقى ككتلة واحدة. طيب عشان أغير الألوان أعمل إيه؟ همسك الجزء ده كده زي ما إحنا كنا بنقول إن هو بيمسك نقطة، لو أنا جيت على نقطة بيمسك نقطة. طيب لو جيت في منتصف الشكل، لو أنت عندك يونيت أو حاجة معمول لها جروب أو كده، يونت واحدة كده، بتيجي تدوس على الشكل نفسه تقدر تختاره لوحده، تقدر بقى تغير لونه بالشكل ده، تقدر تمسك دي وتدي لها نفس اللون بتاع دي وليكن. وبكده نكون نفذنا إيه اللوجو بتاعنا بالشكل ده. طريقة لطيفة أوي بحبها جدا، تقدر تطلع منها أشكال كتيرة جدا. خلونا نشوف اللي بعدها. بغض النظر عن إنك شايف ده لوجو أو لأ، في لوجوهات كتير أنا شفتها بالشكل ده، لكن خلينا نعرف إزاي إحنا ممكن نعمل شكل بالشكل اللي إحنا شايفينه ده مع تداخل الألوان بالشكل ده. خلونا نوصل للشكل اللي موجود ده الأول. فهنرسم بالأداة دي، نحط نقطة تحت كده، بعدين تقريبا نقطة هنا وكمان هنا، خلينا نقول إن في نقطة هنا كمان. أقدر أجي هنا وهنا. أنا لو دوست Alt ضغطت هنا هيعملها لي بالشكل ده، لو دوست Alt تاني هيرجعها لي، وAlt هيخليها إيدج كده. ممكن أبدأ بقى أحرك كده لحد ما تقريبا أوصل لنفس الشكل بتاعي. حلو أوي. هعمل له إيه بقى؟ تحديد، بعدين Object Create Gradient Mesh. Gradient Mesh بيطلع لك نقط كده بتحط فيها ألوان. طب أنت هنا عندك تقريبا كام نقطة؟ عندك نقطة هنا تقريبا، لون هنا مختلف شوية، واللون هنا مختلف يعني 3، ولون هنا يعني 4. يعني أنا محتاج 4 في النص، يبقى كام؟ يبقى زي ما هو عاملها كده، لكن أنا أقدر أزود وأقلل زي ما أنا عاوز، لكن 3 بالنسبة لي مناسبة جدا. في عندك حالتين، تقدر تخليها سنتر بالشكل ده أو فلات. الحالة بتاعتنا دي فلات. هاجي بقى أختار الأداة دي عشان أقدر أحدد نقطة لوحدها، وأبدأ آخد تقريبا هو واخد، خلينا نقول لون أحمر شوية. خلينا نقول إن الشكل في الأول هو عبارة عن لون أزرق. أنا لو عملت كده خليته أزرق تقريبا، كان المفروض نعمل الحركة دي في الأول لكن تمام. أحمر بقى بتاعي تقريبا اللون ده حلو أوي. أبدأ أحدد التانية دي، أديله بينك شوية، وهنا أديله أبيض، وهنا كان واخد أزرق تقريبا غامق شوية، أحمر كده شوية. خلينا نقول إن إحنا بنسبة كبيرة وصلنا لنفس الشكل.
فأنا ما كنتش باعرّفك إزاي تعمل اللوجو ده، لكن تعرف الطريقة بتاعة المشي دي، تقدر تطلّع بيها أشكال كبيرة جدًا، وكمان تقدر تغيّر المكان بتاع النقطة، يعني تقدر تخلّيها هنا شوية، تقرّب دي كده، كده، تبعد دي شوية بالشكل ده، فتقريبًا نفس الشكل. الفكرة الأخيرة بقى اللي معانا عبارة عن خلّينا نقول دايرة، ودايرة، ونجمة، حلو أوي. يبقى أنا هاعمل دايرة كده، stroke، خلّينا ندّيها stroke كده، وبعدين محتاج أقص الجزء ده. محتاج إن أنا أعمل إيه دلوقتي؟ محتاج إن أنا أقص الجزء ده من هنا لهنا عشان أضيف الدايرة التانية في الجزء ده. هاقص إزاي؟ أنا دلوقتي لو مسكت ده كده وجيت هنا قصيت، هيقص لي ما بين النقطتين، يعني لو شِلت كده delete هيشيل ما بين النقطتين، تمام؟ لكن لأ، أنا محتاج أضيف نقط جديدة بقى عشان أقدر أقص بيها. ففي الdefault هيبقى عندك الأداة دي هي اللي موجودة الpen tool، لو دوست دوسة طويلة هتروح على الadd anchor، تقدر تضيف نقطة هنا، النقطة دي بالنسبة لي مناسبة، خلاص يبقى هاضيف نقطة واحدة وآجي هنا وأشيل الجزء ده تقريبًا، ممكن أشيل جزء كمان، يبقى هاضيف نقطة كمان وأشيلها، أشيل النقطة الزيادة دي هنا بالشكل ده. محتاج أضيف دايرة هنا، أنت دلوقتي عملت الدايرة دي، طب محتاج تحركها وأنت لسه بتعملها، بتدوس shift عشان تعملها منتظمة، والمسطرة بقى لو فضلت دايس عليها تقدر تحركها وأنت لسه بتنشئها، تدوس مسطرة وتحرك، وبعدين تسيب المسطرة عشان تكبر وتصغر وتدوس مسطرة تاني وهكذا. بالنسبة لي كده مناسبة، مكانها مناسب، هقلل بس الستروك بتاعها شوية، تمام. هحتاج بقى أعمل الشكل أو الكيرف اللي موجود ده هعمله إزاي. في عندي أداة هنا نقدر نقول أداة جديدة هنعرفها دلوقتي، بتعمل إيه بقى لو وقفت عليها شوية كده، شايف بتعمل إيه بالظبط؟ تقدر تكبر وتصغر في الستروك في أماكن مختلفة، حلو أوي. فأنت أي أداة لو قدرت تقف عليها بس كده شوية تقدر تشوف هي بتعمل إيه، كويس أوي. أنا محتاج الأداة دي، هاجي هنا تقريبًا وأعمل إيه، أكبره بالشكل ده كده، وليكن أنا مش محتاج الجزء اللي تحت، فهادوس Alt وأقدر أشد ده لتحت كده، أخلي الجزء اللي فوق بس هو الموجود. من هنا كمان خلينا نقول إن في هنا كده، تمام. ومن هنا كمان بدأت الدنيا تقل معايا، أنا لو جيت هنا وقللتها هنا بالشكل ده، محتاج أرفع دي شوية، حلو أوي. تقريبًا وصلت لنفس الشكل بأسهل طريقة. لو جيت هنا بقى وأنا محتاج أخلي الجزء ده ينزل على الفاضي هاعملها إزاي؟ هاقرب كده وأقرب دي من هنا كده ومن هنا كده، بدأ ينزل معايا على الفاضي بالشكل ده. تقدر بقى أنت تخليها إيه، تنزل على الفاضي أو على جزء صغير، يعني خلينا نقول رفيع كده، حلو أوي، تمام، تمام جدًا. كده أنا تقريبًا وصلت لنفس الشكل بأسهل طريقة ممكنة. أعمل إيه بقى، أعمل النجمة دي إزاي؟ أقدر من هنا من الstar دي وآجي هنا كده وأقلل لحد ما تبقى نجمة رباعية معايا كده، وبعدين أدوس كده. لو دوست أنا control أقدر أعمل الشكل اللي أنت شايفه ده، تمام، بالشكل ده. خلينا نعملها كده. هل هي دي النجمة اللي موجودة في الشكل؟ لأ، ليه؟ لأن دي معمولة anchor كده ودي شوية خلينا نقول smooth. في كذا طريقة نعدلها، إن إحنا نيجي بالأداة دي ونسحب دول كده، نحدد دي ودي ودي بالshift ونخليها smooth بالشكل ده، أو تعالوا نعملها بشكل تاني، أرسم مربع عادي بالشكل ده تقريبًا يكون قد
النجمة اللي أنا عاوزها، هلفه بالشكل ده، وبعدين هروح على Effect، في عندي في الترانسفورم التانية دي، أبدأ بقى إيه أقلل بالشكل ده لحد ما أوصل تقريبا لشكل النجمة اللي عندي، سواء بالطريقة دي أو بالطريقة التانية تقدر تعمل اللي أنت عايزه. وبكده يكون الدرس بتاعنا انتهى. أتمنى يكون عجبك، كان درس لذيذ جدا. أدوات كتير عرفتها النهاردة، طرق كتير عرفتها إنك إزاي تقدر تكون الأشكال دي كلها من اللوجو. أهم حاجة إنك تقدر تنفذ ده، حاول دلوقتي بعد ما تخلص الفيديو تقدر تنفذهم كلهم بحيث الموضوع يثبت في دماغك. ولو احتجت أي سؤال أنا معاك في الكومنتات، تقدر تسألني في أي وقت. أهم حاجة نبقى فاكرين دايما إن مشوار ال1000 ميل بيبدأ بفكرة. أشوفكم في فيديو جديد.